مع حلول مئوية معاهدة لوزان وتحت شعار اتفاقية لوزان وتداعياتها على الكرد وشعوب المنطقة وتصحيح مسارها بمشروع ديمقراطي، قدمت مجموعة من الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية كردية وأخرى مثقفة وباحثة في الشأن الكردي مجموعة من المقترحات من خلال ندوة حوارية نظمت من قبل منسقية الأحزاب السياسية في مقاطعة عفرين والشهباء يوم أمس. وركزت الندوة عبر 3 محاور على تعريف اتفاقية لوزان، تأثير لوزان على الكرد وشعوب المنطقة، إرادة الشعوب في كسر اتفاقية لوزان. وأكد مشاركون إن الهدف من الندوة هو التعريف باتفاقية لوزان وتأثيرها على المنطقة، وكذلك الحلول لمواجهة هذه الاتفاقية وغيرها. المائة العام التي تتكلم عن لوزان فهي غير مرتبطة بالتاريخ، فلوزان مستمرة بإخانتها لهذه الشعوب المنطقة، وكانت مستبعدة من أي قرار لها في اتفاقيات لوزان. دائما كانت لوزان تتكلم عن خصوصية جغرافيا المنطقة شرق أوسطية وأطماع القوى الدولية فيها. لذلك تم عقد هذه الندوة من 3 محاور في هذا اليوم، تتكلم عن تعريف لوزان، عن يعني إرادة شعوب المنطقة في كسر لوزان، وهناك مجال لشعوب المنطقة في كسر لوزان، حيث شاهدنا انهيار الاتحاد السوفيتي وشاهدنا إقامة جدار برلين. هذه المتغيرات أعطت شعوب المنطقة مساحة واسعة من الأمل لاستطاعتها تغيير جغرافيا المنطقة وتثبيتها على أرضها التاريخية. تاريخ 15 تموز يتم عقد ملتقى حواري للأحزاب السياسية التي تشكل هوية المجتمع والكافة المكونات ضمن شمال وشرق سوريا، والتي بموجبها يتم التباحث حول موضوع اتفاقية لوزان ومدى انعكاساته على المنطقة وعلى شعوب مناطق في ضمن الشرق الأوسط وضمن سوريا. واختتمت الندوة ببيان ختامي ركز البيان في بدايته على ما خلفته المعاهدة من تداعيات على شعوب المنطقة وبالتحديد الشعب الكردي والأطراف التي تشاركت فيها. ودعا البيان شعوب المنطقة أن تتحد وتنتفض في وجه الاحتلالات الخارجية، وأن تكون صاحبة الإرادة الحرة في إدارة نفسها وتبني مشروع الأمة الديمقراطية. كما طالب القوى التي أنتجت اتفاقية لوزان الاعتذار للشعب الكردي والاعتراف بأنهم كانوا السبب في الكوارث التي حلت بالكرد على مدى قرن من الزمن، والعمل على تصحيح المسارات الخاطئة. وإنه على جميع القوى العالمية الفاعلة أن يدركوا بأن القضية الكردية لن تحل بإبادة الكرد أو إنكار وجودهم أو تجاهلهم، بل إن الحل الأمثل هو البحث عن الحلول الديمقراطية للمسألة الكردية.